في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود الوطنية ومكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها عن حصيلة عملياتية جديدة تبرز حجم اليقظة والتفاني في أداء المهام الميدانية. فخلال الفترة الأخيرة تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 40 تاجر مخدرات وإحباط محاولات لإدخال كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب16 قنطاراً و13 كيلوغراما، وذلك عبر الحدود الغربية للبلاد مع المغرب. كما أسفرت العمليات عن ضبط كميات من المواد الصلبة الخطيرة من بينها 1.61 كيلوغرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 253 ألف قرص مهلوس كانت موجهة للترويج داخل التراب الوطني، وهو ما يعد ضربة قوية لشبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي سياق موازن، واصلت وحدات حراس السواحل مجهوداتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إحباط عدة محاولات للهجرة عبر سواحلنا الوطنية، وتمكنت من إنقاذ 218 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 374 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر كامل التراب الوطني. وأكد البيان أن هذه النتائج الميدانية تعكس الجاهزية العالية للجيش الوطني الشعبي واستعداده الدائم لحماية الحدود وتأمين المواطنين، ومواصلة التصدي بكل حزم لشبكات الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية التي تستهدف أمن واستقرار الجزائر. بهذه الحصيلة يواصل الجيش الوطني الشعبي أداء واجبه الوطني بأعلى درجات الاحترافية والانضباط، مجدداً العهد على حماية الوطن وصون سيادته في كل الظروف. إنما جاء في هذه الحصيلة العملياتية ليس مجرد أرقام تعلن في بيان رسمي، بل هو دليل واضح على الجهود الجبارة والتضحيات اليومية التي يبذلها أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير من أجل أن تبقى الجزائر آمنة شامخة عصية على كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها. يعمل هؤلاء الرجال في صمت في أقصى الظروف، من أعالي الجبال إلى أعماق الصحراء، ومن السواحل الممتدة على آلاف الكيلومترات إلى الحدود الغربية والشرقية والجنوبية. هناك يقفون كالسد المنيع في وجه شبكات الجريمة المنظمة ومهربي السموم والمتاجرين بالبشر والمتربصين بأمن الوطن. الجيش الوطني الشعبي لا يحمي الحدود فحسب، بل يحمي القيم ويحافظ على سيادة الدولة ويضمن أمن المواطن في كل شبر من أرض الجزائر. وكل عملية ناجحة، وكل مهرب موقوف، وكل محاولة هجرة غير شرعية تم إحباطها هي رسالة واضحة أن الجزائر لا تنام على الخطر، وأن مؤسساتها الأمنية والعسكرية تعمل بتنسيق وتكامل لحماية البلاد من كل التهديدات. كما تؤكد هذه الحصيلة أن الجزائر ماضية بثبات في محاربة آفة المخدرات التي تستهدف شباب الأمة ومستقبلها، ولن تسمح بتحويل أراضيها إلى ممر أو سوق لهذه السموم المدمرة. وفي الوقت نفسه تواصل الدولة جهودها في التكفل الإنساني بالمهاجرين غير الشرعيين وفق القوانين الدولية وبروح التضامن التي عرفت بها الجزائر عبر تاريخها. وفي النهاية تبقى يقظة الجيش الوطني الشعبي وإخلاص أفراده في أداء الواجب درعاً واقياً للجزائر وسنداً لأمنها واستقرارها تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. فلتظل الجزائر آمنة مطمئنة، ولتبقى المؤسسة العسكرية رمزاً للقوة والانضباط والوفاء للوطن. جيش وطني، شعب وفي، وراية واحدة، الجزائر فوق كل اعتبار.